بأرق التحايا وأعطى المنى نستقبلكم مشاهدينا الكرام في مأدوبة أسبوعية جديدة كنتمنوا أنها ترقكم وتنال استحسانكم. هذه المأدوبة اللي غادي تكون غنية بوصفات متنوعة مميزة ومبتكرة بالخصوص أعزائنا المشاهدين، واللي غادي يطبق هذه الوصفات هو الهواري اللي غادي تفضل بعد لحظات. ورجعنا لكم مجددا مشاهدينا الكرام، وكيف ما سبق وعدناكم معنا شيف هواري باش يطبق اول وصفه من حلقه اليوم. شيف مرحبا بك. مرحبا اختي دليله، مرحبا بمشاهدينا الكرام. اليوم عندنا طاجين ديال اللحم بالبيض بطبيعه الحال واللوز. عندنا نديرو بطبيعه الحال عندنا زيت الزيتون اللي غنبداو به، غنديرو زيت الزيتون وغنديرو مباشره اطراف ديال اللحم اللي عندنا ديال البقري. اللي هما اللي الطاجين ديال حنا كما قلنا الطاجين ديال اللحم بالبيض. غنديرو بطبيعه الحال البصله مشلضه. كنلاحظوا بان البصله هي مشلضه طريفات كبار شويه باش كتعطينا ديك الدغميره في المرق تماما. وعندنا الباقه ديال التنسيم اللي فيها القزبر والمعدنوس. نحاولوا نطفيو النار وغنديروا العطريه ديالنا اللي هي ملحه. انا كنلاحظوا سي هواري بان هذه الوصفه هي غنيه جدا بالتوابل، فكاين القعقله بسيبيسه، واحد التوابل اللي ما مستانسينش بهم بزاف في المرق. ضروري ننوع شويه في الاذواق ديالو. عندنا شويه ديال القعقله، شويه ديال النويويره، 4 ديال الفصوص ديال الثوم. هذه هي التوابل اللي عندنا بطبيعه الحال. كنخلطوا جيدا باش داك اللحم كيشرب لينا بطبيعه الحال شويه ديال الملون اللي كيعطينا اللون. تماما، ملون اصفر كنهبطو بطبيعه الحال. كما قلت راه عندنا توابل اللي هي ما كنستعملوهاش كثره، ولكن راه عندها واحد التمثيل كتعطي واحد الذوق رائع تماما في الاطباق. بطبيعه الحال من بعد غادي نرويو. عندنا حنا كما قلنا عندنا التخضيره بالبيض، وعندنا اللي غنصوبوه بحال اون اومليت بطبيعه الحال. غنديروا الزبده، عندنا القرفه وعندنا السكر غنعزلوه. وبطبيعه الحال عندنا البيض بالنسبه للبيض السمان واللوز مهرمش واللوز هادو غنبقاو للتزيين تماما. بعد ما غنرويو الطنجره ديالنا غنديروها جانبا وغنصوبوا هاد المواد الاومليت. اذا غادي نمرقوا سي هواري ونخليو اللحم ديالنا يطيب على جنب. اما بالنسبه للاومليت سي هواري فالتحضير ديالها غادي نشاهدوه من خلال الصور. اعزائنا المشاهدين لكم حال المقادير والصور، ونرجعوا مع الوصفه الثانيه فخليكم معنا. لتحضير اللحم باللوز والبيض غنحتاجوا الاطراف من اللحم الملج البقري، 3 البصلات مشلضين، 4 الفصوص من الثوم، ربطه من القزبر والمعدنوس، ملح، ابزار ابيض، قعقله، نويره، سكينجبير، ملون اصطناعي، زيت الزيتون، لوز مهرمش، 6 البيضات، زبده، معلقه صغيره من القرفه، معلقه كبيره من السكر سنيده، بيض سمان ولوز مقلي صحيح في الاخير. مشاهدينا الكرام، وصفتنا الثانيه غادي تكون عباره عن طاجين ديال الدجاج بالقلب القوق والجلبانه، فغادي نتعرفوا حالا على هذه الوصفه. تماما. عندنا الطاجين ديال الدجاج بالقوق والجلبانه والصريره ديال الروز. العمليه الاولى غنديروا زيت الزيتون تماما. خدينا الدجاج بطبيعه الحال وقطعناه على جوج، هذه تتقول لها كراب بودين او على شكل ديال الضاع هكذا. بطبيعه الحال تنديروه باش يجينا في التقديم تيجي عنده واحد كيعطي واحد المنظر في التقديم. تمام. دائما الطاجين بزيت الزيتون كيجي واحد الطيبه رائعه. تماما. وعندنا شويه ديال البصله، وعندنا بطبيعه الحال شويه ديال الثوم. هنا كنستعملوا مشاهدينا الكرام في الوصفات العجين ديال الثوم نظرا باش كيعطينا دغيا اللذه ديالو، فباش كنحصلوا عليه كناخذوا الفصوص ديال الثوم اولا الرؤوس ديال الثوم اللي كنبخروها، من بعد كنزولوا من هذاك الغشاء ديالها وكنغطيوها، كنحطوها في انيه خاصه بالتحفيظ وكنغطيوها بالزيت وكنستعملوها عند الحاجه. تمام. درنا الباقه ديال التنسيم ديال القزبر والمعدنوس. ونديروا واحد نص 4 ديال الطماطم. علاش؟ تعطينا ديك الدغميره بطبيعه الحال. وغنديروا التوابل كما قلنا، عندنا شويه ديال الملحه، عندنا شويه ديال الابزار ابيض، وعندنا شويه ديال السكينجبير، وعندنا واحد 2 ديال ضمات ديال الزعفران، وعندنا شويه ديال بطبيعه الحال غنديروا شويه ديال الملون الاصطناعي فقط باش كيعطينا شويه، غير راس ديال المعلقه باش كيعطينا اللون. وعندنا الزعفران شعره نخليوه في الاخير حتى كيسخن عاد كنوضعوه باش كيعطينا ديك
التنسيمه ديالو. اذا هذا طاجين غيكون خفيف ياك السي هواري، وحتى الخضر ديالو اللي غادي نخضروا هذه هي خضر جد محبوبه من عند الناس، سواء القلب ديال القوق او الجلبانه، فالناس كيبغيوهم بزاف، وهذا الفصل ديالهم، فحبذا اننا نستغلوهم تماما. عندنا الصريره او كيس ديال خاص بالروز، بطبيعه الحال تنحاولوا نديروا الروز، خدينا حنا ناخذوا النوع اللي تنفضلوا. حنا خدينا هذا الروز، ناخذوا النوع الممتاز اللي ما كيتعشنش. هذا يمكن احسن من الروز، احسن روز هو البصمتي، النوع الممتاز جدا. تنعرفوا ديال الكاشمير، روز الكاشمير بطبيعه الحال تنجمعوه وتنسدوا عليه باش ما كما قلنا ما يتعجنش، تلقى الاتساع باش يتنفخ، لان كيضاعف الحجم ديالو 3 مرات بطبيعه الحال. دابا غنرويو بطبيعه الحال، وبعد ما يطيب الدجاج قرب يطيب ما تيبقاش ليه بزاف، غنضيفوا الخضر. كنضيفوا الصريره ديال الروز باش كطيب حتى هي. الروز حنا في الغالب عنده 20 دقيقه تيكون موجود، في الاخر تنضيفوا كذلك تنديروا شويه ديال الزعفران باش يسخن على الغطاء باش كيعطينا. نعم. اذا المراحل المتبقيه هي وضع الارز والخضر السهواري، غادي نشاهدوها من خلال الصور. مشاهدينا الكرام، لكم حال المقادير والصور، ونرجعوا مع الوصفه الثالثه، فخليكم معنا. الوصفة الثانية هي عبارة على دجاج بالقوق والجلبانة بالأرز. غادي نحتاجوا ليها دجاج على وزن كيلو 450 غرام، بصلة مشلضة، ثوم مطحون، نصف حبة من الطماطم، ربطة من القزبور والمعدنوس، ملح، إبزار أبيض، سكينجبير، زعفران حر، ملون اصطناعي، زيت الزيتون، قوق طري، جلبانة وأرز من النوع الجيد. مشاهدينا الكرام، وصفتنا الثالثة غادي تكون عبارة عن تحضير البصارة، وواحد نوع جديد من تحضير الفول قناوة. تماما. بان الحال بارد دابا، الناس يفضلوا ياخذوا القطاني. عندنا جلبانه تقريبا 2 جبابن، وعندنا جبانيه ديال الفول اللي فزيناهم قبل باش يوجدوا. تنقولوا دائما راه رطبناهم في الماء ليله، في المفضل يدار بالليل باش يصبح موجود، صباح موجود. والجلبانه تنعرفوا تنديروا لهم بزاف شي اناء غرق، لانه تيديروا بزاف. نعم. تنتفخوا واحد وتيديروا كشكوشه، كيشربوا الماء. اذا فلا بد ما تكون انيه كبيره اللي كنطيبوا فيها. تماما. ها هما. وعندنا العطريه ديالهم اللي قلنا اللي غنديروا دابا، اللي هي الملحه. اذا كنديروهم مع العطريه ديالهم باش كيشربوا داك التوابل. الملحه، سكينجبير، 3 رؤوس من الثوم، وسكينجبير 3 رؤوس ديال الثوم، وعندنا الربطه المنسمه بطبيعه الحال. وتنحاولوا نحيدوهم ونخليهم جانبا يطيبوا على خاطرهم. من بعد ملي تيطيبوا تنحاولوا حتى تيذوبوا، تنحاولوا نطربهم شويه، وملي تنقدموا معاهم مع عصير ليمون حامض، الكمون، التحميره وفلفله السودانيه، مع زيت الزيتون بطبيعه الحال. تماما. بالنسبه للطبق ديال الفويليه او الطبق ديال الفول القناوي، تنديروا زيت الزيتون. عندنا البصله اللي بطبيعه الحال مشلضه، هذا راه الناس بزاف تيفضلوه، حتى هو كذلك تيكون عنده واحد الذوق خاص به. عجين الثوم بطبيعه الحال. والانواع ديال الفول راه كثيره، وكل واحد كاين اللي تيبغي الفول المقشر، كاين اللي تيبغي بقشورو، انواع كثيره ديال الفول. وعندنا هذا الفول اللي سلقناه، حنا تنقولوا راه مسلوق. علاش سلقناه وحيدنا منه الماء ديالو؟ ها الماء ديالو ديال السليق فاش تسلق هو اللي غنروبو به. علاش؟ دابا غنقليوه باش يحيد منه، يعطي تنسيمه اخرى ديال بعد ما سلقناه عاد تنصوبوه. دابا غنديرو حتى غنقليوه بحال غنشرملوه فقط. درنا البصله، الثومه، زيت الزيتون، ودرنا وغنديروا شويه واحد الباقه ديال التنسيم اللي هي ديال القزبر والمعدنوس. وبطبيعه الحال غنديروا العطريه ديال التنسيمه ديالو، الملحه، الابزار، ملحه والابزار والتحميره. نحاولوا نديروا التحميره والابزار والتحميره بطبيعه الحال. غنقليوه مزيان ومن بعد غادي نرويو. نعم. هو نرويو بالماء فاش تسلق، لانه الماء باش كنحافظوا على ديك الذوق ديالو حتى القيمه الغذائيه سهواري كنحافظوا عليها بداك الماء اللي سلقناه فيه. تماما. دابا هو تقلى، دابا غنحاولوا نرويو عليه ونخليوه يطيب. نعم. نحاولوا ما نعمروش عليه، نديروا ليه القياس ديال الماء باش يشرب فيه. اذا شحال كياخذ الوقت؟ دابا راه مسلوق، دابا حنا غير تنكملوا ليه الطياب. نعم. وراه تسلق
ما كياخذش وقت ما كبير. تابع غير صافي، غادي يشرب الماء غيجي هو يجي مزيان. نعم. وتنغطيوه تنتسناو دابا حتى يوجد البصاره. من بعد كما قلنا كان اللي تيبغي يطحنها في الطاحونه، كاين اللي تيبغي غير يطربها نعم. بشي فوي ولا شي حاجه باش كتطلق. نعم. اذا ما تبقى من المراحل غادي نشاهدوه من خلال الصور. اعزائنا المشاهدين غادي نخليكم حالا مع المقادير والصور ونرجع مع الوصفه المواليه، فخليكم معنا. باش نحضروا بصاره بالفول والجلبانه اليابسه غنحتاجوا زلافه من الفول يابس ومرطب، 2 زلافات من الجلبانه اليابسه ومرطبه ايضا، 3 رؤوس من الثوم، عرش من القزبر والمعدنوس، سكينجبير، ملح، كمون، فلفله حمراء وفلفله حمراء سودانيه، زيت الزيتون وعصير ليمون حامض. اما الفول قناوي فكنحتاجوا ليه فول قناوي مسلوق، بصله محكوكه، ثوم مطحون، ربطه من القزبر والمعدنوس، ملح، ابزار، فلفله حمراء خضراء وزيت زيتون. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم للوصفه الرابعه اللي غادي تكون عباره عن كيش بانواع مختلفه من الجبن. تماما اختي دليله، يمكن تحديدا بكات فروماج او 4 الانواع ديال الفروماج. نعم. العجينه درناها تطيب في الفران باش نربحوا الوقت. غنصوبوا لاباراي اكيش. نعم. لاباراي بطبيعه الحال البيض، بحال درنا انواع كثيره ديال لي كيش، وهذا واحد منها اللي هو مفضل كثير اللي فيه الاجبان، الانواع ديال لي فروماج. كاين اللي تيبغي يدير البلو، كاين اللي تيبغي يدير الروكفور، كل واحد على حسب الذوق ديالو. تمام. الذوق ديالو، التفضيل ديالو، الانواع ديال الجبن. على اي الجبن هو واحد الماده مفضله جدا عند الاطفال، داكشي علاش حنا اختارينا 4 الانواع من الجبن اللي غنديروهم في هذه لاكيش هذه. اما بالنسبه للمنافع ديال الجبن، فالجبن بحال جميع مشتقات الحليب غني جدا بالكالسيوم. الدور ديال الكالسيوم في الجسم مشاهدينا هو انه كيعطي واحد القوه والصلابه للعظام وحتى الاسنان ديال الانسان. ايضا الجبن غني بالفيتامين سي، كما انه غني بالاملاح المعدنيه. درنا الكوزه، درنا الضماد البنه، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار باش نصاوبوا لاباراي كيش. بطبيعه الحال غنخلطوهم وغنضيفوا ليهم ثوم القصابيه او لا سيبولات اللي تنقطعوها بالمقص باش ما تخسرش لينا في الاخر لحظه. باش عطينا بطبيعه الحال غناخذوا العجين ديالنا وتنفرشوا فيه البصله والبوارو، تنديروا لي فروماج ديالنا، ومن بعد عاد تنديروا لابارايكيش، ومن بعد لابارايكيش تنديروا الكراتيناج بالفروماج. نعم. دابا نخلطوا لاباراي ديالنا العناصر. تماما. ها هي لاباراي موجوده بطبيعه الحال، من السما بالسيبولات، ومن السما بالضماد البنه، ومن السما بالكوزه. نعم. ربح عليه الوقت. حنا العجين فرشنا فيه البصله والبواغو، درنا حجم كبير وحجم انديفيدي، هذا عائلي هذا فردي. تماما. ونبداو دابا نصوبوا في الفروماج. بطبيعه الحال قلنا عندنا الانواع اللي بغينا، بحال مثلا عندنا الموزاريلا تنحاولوا نفرشوا منها شويه في القالب. بعد بطبيعه الحال باش تيذوب هذا الفروماج يتجانس بعضياته، تيدير اضواء كثيره. نخليو شويه الاختلاف ديال الاذواق كيعطي واحد النظره رائعه لهذا الكيش. تماما. هذا اللي مونطال نقدروا نعوضوه اما بالكوريير او نعم. وعندنا هذا لو كاري نقدروا نقطعوه مربعات صغار او هكذا. حاولي تقطعي معايا باش كيجي في كاع بيديك سامبلومون، او تنحاولوا نقطعوه هكذا باش نفرشوا ونخليوه للصغار. الله يسلي خوينا. بطبيعه الحال غنزيدوا الجبن اللي محكوك هنا، وغنديروا هاد لاباراي من فوقو هكذا، وعاد غنديروا الجبن الاخر. اذا بعد ذلك كنوزعوا لاباراي كيش. تماما. كذلك بالنسبه لهاد الصغيورين حنا خلينا لهم شويه من الحاجه باش نديروا عاوتاني الصغار. ناخذوا لاباراي كيش اللي صوبنا، هي اللي تتعقد بعدا بحال فيها ان برينسيپ ليزون البيض ولا كريم، تيجمعوا من بعد تيعقدوا ملي تيطيبوا. وبطبيعه الحال غنديروا من بعد الفرماج، غنديروا دابا الفرماج رابي باش كيعطي داك الكراتيناج من الفوق. وندخلوها للفران باش تحمر، وبطبيعه الحال نخليوها شويه الاخرين للصوار. نعم. اذا المراحل اللي تبقات لنا اللي غنشاهدوا من خلال الصور سهواري هي اننا ملي غنعمروا هاد لي كيش الصغار. مشاهدينا الكرام تابعوا معنا الصور والمقادير ونرجعوا مع الوصفه الخامسه، فخليكم معنا.
باش نحضروا كيش بانواع مختلفه من الجبن غادي نحتاجوا الماء يلي من المقادير: عجين مورق جاهز التحضير، بصله مشحره على شكل طولي، بواغو مشحر ايضا، 8 المربعات من الجبن الابيض، جبنه ليمونتال، جبن احمر محكوك، مربعات من الموتزاريلا، توم قصبي، ملح، ابزار، جوزة الطيب، دامه البنه، قشطه طريه، 4 البيضات وجبن محكوك في الاخير. وصلنا للوصفه الاخيره مشاهدينا الكرام، وغتكون عباره عن واحد الوصفه حلوه، هي طرطه بالفواكه. تمام، غنديروا دي طرطولات وفروي منوعين بالفواكه اللي تنبغيو. حنا درنا الفواكه بطبيعه الحال خصنا لي فون دو طارت، العجين المورق. بالنسبه نصاوبوا الكريم باتيسير هي الاولى. ناخذوا الاناء باش نصاوبوا، ناخذوا البيض، 3 البيضات باش نبلونشيوهم مع السكر ولا فاني. ناخذوا هذا بطبيعه الحال حنا تنعرفوا الكريم باتيسير خاصها الوقت باش طيب، تنديروها بالعافيه كتاخذ وقت باش تعقد لينا. نعم تمام، نبقاو نحركوها بهدوء بواحد سبالتي ديال العود حتى تتجمد، ومن بعد تنديروها تبرد وتنديروها بعد ما بلونشينا البيض. تنضيفوا الحليب المركز، تنضيفوا 3 المعالق ديال الحليب المركز باش يعطيهم يجمعها لينا وتعطي حتى الذوق. نعم. بطبيعه الحال النشا هي اللي كتجمع لينا، تجمع 80 غرام. خلينا نحصلوا على كريمه. تماما، عندنا 80 غرام ديال النشا. ها هي، نحاولوا ما نديروش الدقيق لانه ما كاين ناس تيبغوا الدقيق، ولكن الدقيق تيحيد لوغو، تينوتراليزي الذوق. تنديروا النشا راه مزيان، وتنديروا الحليب اللي هو السيترو ديال الحليب. تنجمعوا هذا الشيء وبطبيعه الحال تنديروه باش يغلى في الكاسرول، وتنخليوه نحركوه بهدوء. علاش نحركوه بهدوء؟ باش ما يهودش. تنعرضوا بانه كاين لو بوا الدقيق او النشا تينزلوا لتحت في القاع ديال الكاسرول، وتيولي لي كريمو تيدير الحبيبات. داكشي تنديروه غير على هدوء، تنبقاو نحركوه. هنا ربح لي الوقت باش نخدموا، ما نوقفوش. حنا وجدناه مسبقا وجدنا الكريمه الحلوانيه او لا كريم باتيسير، وهي وخليناها بردات بطبيعه الحال. ودابا غنبداو نعمروا في لي طارطولات. بطبيعه الحال تناخذوا شويه ديال كريم باتيسير، واحد شويه ماشي بزاف، باش نديروا في لو فون ديال لاطارت. حيدوها ونطالب في القاع ديالها باش يكون عندنا ان فون بطبيعه الحال. وغنبداو نديروا لي فروي اللي تنبغيو. كاين اللي تيبغي يدير البنان، كاين اللي تيبغي يدير اي فروي، ولا تيدير ان باناشي دو فروي. حنا مثلا غنبداو نزينوا اذا كل واحد شنو كيختار. غادي نخليك تستمع في التزيين ديال هاد لي طارطوليت سي هواري. غادي نتوقفوا لي لحظات ونرجعوا مع الوصفه المواليه، فخليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ومعنا الوصفه الثانيه اللي غتكون عباره عن دي بالميي. تماما، حلوه البالميه وحلوه النخيل. بطبيعه الحال تناخذوا الباط فيتي، تنطاليوها، تنسرحوها، تناخذوا لي بيسور هكذا. تماما، تناخذوا بيض بطبيعه الحال وتنحاولوا ندهنوها بهدوء شويه باش يسد لنا السكر فيها، ماشي بزاف. ومن بعد غنشكلوا على تنحاولوا ناخذوا الوسط ديالها باش نعاودوا نفتلوها او نطويوها على جوج. ناخذوا السكر هكذا سنيده وتنحاولوا بطبيعه الحال السكر الفانيلا اللي كيعطينا واحد التنسيمه. تماما، لانه غنديروه من بعد لافاني تيبقى نديروها شويه. بطبيعه الحال تناخذوا دابا تنحاولوا ندبروها في جوج هكذا. تناخذوا الجهه الاخرى وكذلك ناخذوا نحاولوا نوصلوا للوسط بهم بجوج هكذا من الجهتين. دائما من بعد ما كنروليوهم كنوضعوهم في المجمد باش كيقبطوا راسهم، باش نقدروا نقطعوهم. هنا ربح لي الوقت. هذه راه وجدناها بنفس الطريقه وخليناها في كونجيلاتور. تماما، تنبداو نقطعوا في لي بالمي على هذا الشكل هذا. ما كيكونوش غلاط دقائق بطبيعه الحال. بطبيعه الحال من بعد غنحاولوا نفتلوهم مزيان باش ياخذوا شكل مزيان. وبطبيعه الحال من بعد كندخلوهم للفرن وتندخلوهم للفران باش تيوجدوا. اذا غادي نخليك تستمر في هذه العمليه السي هواري. مشاهدينا الكرام، لكم حال المقادير والصور ولنا عوده مع الاشكال النهائيه، لكن قبل ذلك غادي نبقاو مع فقره استوس.
باش نحضروا تورتات بفواكه مختلفه غادي نحتاجوا العجين مورق جاهز التحضير. للكريمه غنحتاجوا 3 البيضات، نصف لتر من الحليب، 3 المعالق من السكر سنيده، 3 المعالق من الحليب المركز المحلى، 80 غرام من نشا وجوج خنيشات ديال سكر الفانيلا. وكنحتاجوا ايضا الفواكه للتزيين. اما لتحضير لي بالميه فكنحتاجوا العجين مورق، بيض مخفوق، سكر سنيده وسكر فانيلا في الاخير. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام معنا في فقره استوس لهذه الحلقه. كنتمنى ان فكره اليوم غادي تكون تنال استحسانكم، وهي عباره عن واحد الطريقه باش كنزينوا واحد ركن مهم جدا من اركان البيت ديالنا واللي هو المطبخ. فكيف ما كيقول المثل العلامه ديال الوجه ديال مولات الدار كيجي من خلال المطبخ ديالها. فاحنا دائما كنبغيو ان المطبخ نعطيوه واحد الاهتمام، واحد الجماليه، واحد الصوره جميله، واحد الالوان اللي كتكون كتناسب كتتماشى مع بعضها. فعندنا بعض المواد مشاهدينا الكرام اللي كنكونوا خازينها عندنا في المطبخ اللي كنستعملوها باستمرار، بحال على سبيل المثال لي سيريال، السكر، الارز، القهوه، اتاي، العديد من المواد الغذائيه اللي كنستعملوها في اواني زجاجيه او في اواني للتحفيظ. فبحال هاد الاواني مشاهدينا الكرام لابد ما نعطيوها واحد الجماليه، واحد الرونق باش كتزين المطبخ ديالنا. فمثلا هنا عندنا واحد لو بوكال اللي عندنا فيه وضعنا فيه لي سيريال، فاحنا زيناه بواحد السنته اللي متواجده في الاسواق التجاريه باثمنه جد مناسبه على هذا الشكل هذا. فوضعناها على هذا الشكل مشاهدينا الكرام، وزينا كيف ما كتلاحظوا معنا فالسنته هي في الاحمر، زينا بعقيقات حمر على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معنا. اما بالنسبه للارز فاحنا اختارينا اننا نزينوا البوكال بالعقيقات في الغوص او اللون الوردي مع هذه السنته هذه على هذا الشكل هذه عند الباعه او المحلات التجاريه الخاصه بالدونتيل بالاثواب. فاحنا كنقدموهم على هذا الشكل هذا. اما بالنسبه للبوكال اللي غادي نبين لكم من خلاله الطريقه ديال التزيين مشاهدينا الكرام، فاحنا غادي عمرناه بالسكر كيف ما كتلاحظوا معنا. فهنا عندنا هاد لاكول، اولا احنا ممكن اننا نخدموا بلو بيستولي اولا ممكن نخدموا بالكولا اللي كنخدموا بها بطريقه يوميه. فكنوضعوا القليل من السقا على هذا الشكل. بعد ذلك مشاهدينا فاحنا كناخذوا عقيقات في الاحمر وكنوضعوهم. بما اننا وضعنا عقيقات في الاحمر مشاهدينا الكرام، فاحنا غنوضعوا واحد لو روبون اولا هاد السنته اللي متواجده في الاسواق التجاريه بواحد الاثمنه جد مناسبه. انا الان غادي نبين لكم غير الطريقه ديال كيفاش غادي نعقدوها. اما بالنسبه من بعد فاحنا غادي نحكم التثبيت ديالها باللصقه اولا بلاكول. فكن نسمعوا واحد الوريضه مشاهدينا الكرام كيف ما كتلاحظوا معنا. اما بالنسبه مشاهدينا باش كناخذوا هذا الشكل هذا ديال السنته، فكيف ما كتلاحظوا معنا باش هو واحد الشكل جميل وباش كيسمح لنا ان داك السنته اولا الخيط ما كيتسلش. فانا غادي نوريكم الطريقه ديال التزيين ديالها. فاحنا كناخذوا هاد لابوند وكنجمعوها على جوج، كناخذوا مقص خاص بهاد العمليه وكنقطعوا على هاد الشكل. فكيف ما كتلاحظوا معايا مشاهدينا الكرام كتجي الورده على هذا الشكل هذا. بعد ذلك فاحنا غادي كيف ما سبق ليا وذكرت لكم غادي نحكم التثبيت ديالها بلاكول وعاد ندير داك الوريده اللي كتعطي واحد الجماليه لو بوكال. بعد ذلك كنوضع السكر اولا الماده اللي غادي نحفظ بهذا لو بوكال هذا، وفي نفس الوقت كتعطينا انيه للتحفيظ وواحد التزيين ولا واحد الجماليه اللي كتعطى للمطبخ ديالنا. فكنتمنى مشاهدينا الكرام ان فقره استوس لهذه الحلقه تكون نالت استحسانكم. في انتظار حلقه الاسبوع المقبل اولا فقره استوس الاسبوع المقبل غادي نخليكم حالا رفقه الشيف هواري والوصفات اللي طبقها من خلال الاشكال النهائيه لمأدوبات اليوم، تليها ايضا وفي نفس الوقت الاشكال النهائيه اولا التزيينات النهائيه ديال فقره استوس. فخليكم معنا. أوفياء برنامج مأدوبة كيف ما عودناكم مشاهدينا. فمأدوبات اليوم هي جد غنية متنوعة ورائعة كنهديوها لكم وكنتمنوا أنها تكون راقتكم ونال استحسانكم. تماما اختي دليلة، مائدة رائعة بفضل الانامل الذهبيه بطبيعه الحال ديال السيده نور التازي اللي دائما تجتهد باش تعطي واحد الجماليه لا المائده. حنا تنعرفوا لا كورتوازي داك اللي تتميز بها وحب
المائده وتحب تزين المائده تماما. وتبعوا معنا السيدات الاطباق اللي درنا الطبق ديال اللحم اللي صوبناه بطبيعه الحال باللوز وزيناه بالبيض ديال السمان وداك لي زو دو كاي. يمكن واحد الطبق اللي ما تيدارش بزاف ولكن راه مميز. في الاسابيع بطبيعه الحال درنا معاه ديك الصريره ديال الروز اللي درنا الروز من النوع الممتاز. درنا الباسماتي اللي تيجي لذيذ بزاف. عاوتاني من بعد درنا دوك جوج ديال الانواع قلنا الحال بارد نديروا شويه ديال الناس بزاف تيحبوا القطاني تماما. درنا البصاره ديال الحمص وكذلك ديال الفول اللي مميزه والجبانه بطبيعه الحال. ودرنا ديال الفويليه او الفول ديال القناوه اللي هي قليل اللي تيديروها الناس ولكن تعرفوها الناس اللي تيعشقوا الفول تعرفوا بانه عنده واحد الذوق خاص. وبطبيعه الحال بعد ما سلقناه درناه بحال درناه مشرمل وقدمناه الناس اللي تيبغوا جوج ديال الانواع من المطحونه او اللي تتكون باقا صيناه بحال المريقان بطبيعه الحال. ودرنا جوج ديال الانواع ديال لي كيش واحد عائلي وواحد فردي. درنا ديال لي كاتر فروماج بطبيعه الحال. الناس تخيروا في الانواع ديال الفروماج كاين اللي تيبغي يدير لو بلو كاين اللي يبغي يدير روكفور اللي يبغي يدير. حنا درنا لي مونطال او الشبه ديال الكوريير وبطبيعه الحال درنا لا موزاريلا والفروماج كاري. ودرنا الفروماج اللي ايدام او الفروماج الاحمر بطبيعه الحال. ما نساوش الطبق ديال الدجاج اللي كان مميز الطريقه المغربيه بطبيعه الحال. درنا الدقوق والجلبانه ودرنا الصريره ديال الروز اللي كان مميز في المطبخ المغربي. ودرنا دي طارتولات وفروي. الانواع ديال الفروي راه شافوا معنا السيدات التزيين راه تيبقى دائما هما حرين في التزيين ديال حنا دائما كنعطيو الافكار الاساسيه باش كيحاولوا السيدات انهم يتفنوا في هذه الوصفات السهواري. فدائما التقديم ديال المائده فهو واحد الفن. كنتمناو ان جميع السيدات يكونوا كياخذوا الافكار باش كيحاولوا يبدعوا في مائدتهم اليوميه. فكنشكرك على تطبيق الوصفات السهواري وكنتمنى انك تكون حاضر معنا الاسبوع المقبل بحول الله. اما بالنسبه للمشاهدين الكرام فكنبغي نوضح لهم ايضا حتى الجانب الاخر من المأدوبه ديالنا اللي هو فقره استوس. فالاشكال النهائيه اللي بوكا اللي قدمنا لكم اليوم مشاهدينا الكرام كنقدموهم لكم على هذا الشكل. دائما كنزينوهم بواحد الجماليه. كنحافظوا بالاساس على التناسق في الالوان. حنا فقط كنعطيو الافكار مشاهدينا الكرام الاساسيه انما كل سيده كيبقى عندها الحق انها تختار وتبتكر وتناسق في الالوان كيف ما كتشهى. ودائما كيف ما كتشهى تشوف المطبخ ديالها او المنزل ديالها بصفه عامه. فكنقدموهم لكم على هذا الشكل في انتظار فقره استوس الحلقه المقبله. مشاهدينا الكرام كنضرب لكم موعد دائما على الاولى. سنلقاكم. دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.